إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. روى أبو الشيخ ابن حبان في أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم عن يحيى بن زكريا ابن إبراهيم ابن سويد النخعي أنبأنا عبد الملك ابن أبي سليمان عن عطاء قال: دخلت أنا وعبيد بن عمير على عائشة رضي الله عنها، فقال عبد الله بن عمير: حدثينا بأعجب شيء رأيتيه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبكت وقالت: قام ليلة من الليالي فقال: يا عائشة ذريني أتعبد لربي. قالت: قلت والله إني لأحب قربك وأحب ما يسرك. قالت: فقام فتطهر ثم قام يصلي فلم يزل يبكي حتى بل حجره، ثم بكى فلم يزل يبكي حتى بل الأرض، وجاء بلال يؤذنه بالصلاة فلما رآه يبكي قال: يا رسول الله تبكي وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. قال: أفلا أكون عبدا شكورا؟ لقد نزلت علي الليلة آيات ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها، إن في خلق السماوات والأرض. الآية. صححه الألباني في السلسلة الصحيحة. إن في خلق السماوات والأرض بين الله سبحانه وتعالى عظيم خلقه بارتفاع السماء واتساعها، والأرض في انخفاضها واتضاعها وكثافتها، وكل ما فيها من آيات الله العظيمة من ثوابت وبحار وجبال وفقار وكواكب سيارات وأشجار ونبات وثمار وزروع وحيوان ومنافع ومعادن، كلها مختلفة الطعوم والألوان والخواص والروائح، فتأملوا خلق الله عز وجل. لا تنسى الاشتراك في القناة ليصلك فيديو آخر سينال إعجابك بإذن الله، ودمتم بخير حال.